ممكن اعمل اف else if else if else if else if وابقى متخلف عقليا. طب اللغه التي يفهمها الكمبيوتر هي لغه الصفر والواحد، هي لغه الزيروز والونز. اقول لك معلومه كمان، يتم الاعلان عن المتغيرات في الجافا سكريبت باستخدام كلمه let. لو انت لغات احنا بنعمل ديكلاريشن للفاريبلز في الجافا سكريبت باستخدام let كيورد. يلا اتفضل اعمل لي ابلكيشن. مش هتعرف صح. طب هقول لك حاجه كمان، بنستخدم الكونديشن. لو عندنا اي كونديشن عاوزين ننفذه، عندنا اي شرط عاوزين ننفذه، بنستخدم اف. عندي اف وبحط بعدها الشرط، ولو صح بنفذ اللي بعد اف، لو غلط بنفذ اللي بعد else. ممكن اعمل اف else if else if else if else if وابقى متخلف عقليا. فاتفضل يلا اعمل لي ابلكيشن. بص مش هتعرف. عارف ليه مش هتعرف؟ لانها مش بتدرس كده. عارف ليه مش هتعرف؟ لانها والله عمرها ما كانت كده. المفروض تعمل ايه؟ المفروض او اللي احنا هنعمله ان احنا هيكون عندنا برودكت كلنا شغالين عليه. احنا نتعلم شويه وبعدين يبقى كل واحد فينا عنده برودكت، عنده ابلكيشن، عنده بروجكت شغال عليه. مثلا علي قال انا هعمل ابلكيشن بيبعت رسائل للناس صحابي الساعه 3 الفجر، فيبدا يشتغل الابلكيشن بتاعه. يصحى النهارده يعمل زرار جديد، يعمل ميثود جديده، يعمل حاجه جديده، فبيشتغل جوه الابلكيشن بتاعه. وهو شغال هو بيتعلم حاجات جديده، وهو بيتعلم حاجات جديده هو بيدرس المنهج بتاعه. انا طالب منك ايه؟ انا مش طالب منك حاجه. انا عامل 3 محاضرات، سميها كورس تاسيسي، سميها انترودكشن، سميها اي حاجه، هعلمك فيها 3 حاجات بس. 3 حاجات والله مش كتير. اول حاجه عايز اقول لك انت داخل على ايه الماده اللي انت داخل عليها دي، والمفروض بنعمل فيها ايه. تاني حاجه هو ازاي الناس اللي شغاله في البرمجه بتجيب فلوس من البرمجه. تالت حاجه ودي اهم حاجه هو انا اذاكر ازاي علشان اكون زي الناس بتاعت رقم 2 اللي بتدخل فلوس من البرمجه. لو عرفت تذاكر الماده دي زي ما المهندسين بتذاكرها اللي بيشتغلوا بيها كل يوم، زي ما المهندسين اللي بيعملوها كل يوم مذاكرينها، الامتحان بالنسبه لك هيبقى بيس اوف كيك. هيبقى كده اللي هو عندي امتحان هحل الامتحان. هو ايه يعني الامتحان؟ ده اللي انا بعمله كل يوم، ده شغلي، ده اللي انا ببنيه كل يوم. وتبقى فرصة كويسة انك بدأت مهارة اوريدي اصلا بدري. انما لو فضلت تحفظ ساعتها هتلاقي كل حاجة بالنسبة لك معقدة وكل حاجة محتاجة مجهود عشان تفتكرها. المادة دي هي مادة تطبيق، هي مادة فهم، هي مادة سوفت وير بيلدينج. احنا بنبيلد لوجيك، يعني احنا بنبني ابلكيشنز، بنبني سيستمز. لو عرفت ازاي تبني سيستمز الموضوع هيكون سهل جدا بالنسبة لك. هتلاقي في فورم في اي مكان فوق تحت على الويب سايت بتاعي. بمناسبة الويب سايت بتاعي على فكرة احنا ممكن نبقى نتناقش فيه اتعمل ازاي وبنعمله ازاي، ولو عاوزين نعمل ويب سايت زيه والله ممكن حد منكم يختار انه يعمل ويب سايت طول السنة، وفي نهاية السنة يبقى معاه ويب سايت اي ليرنينج الناس بتنزل عليها كورسات وحاجات كده، يبقى لذيذ. هعلمك ده كله بيتعمل ازاي. ده كله بسيط جدا يعني. فادخل املى الفورم وهتلاقينا في اماكن كتير قوي، وهتلاقينا كمان اونلاين. يلا سلام.